قصة فيلمنا بسيطة جدا. بنت اسمها صوفي بتكون بطلة لعرض مسرحي في مدرستها، وفي الفترة اللي بتستعد فيها للمسرحية دي بتكتشف ان مامتها عندها كانسر. فيا لها من دراما، اقسم بالله انا مش سهل ان اي فيلم يعيطني، ولكن الفيلم ده عملها. فاهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند، وفي الفيديو ده هراجع معاكم فيلم Don't Say Good Luck. I didn't want to get your hopes up in case I was Mom, you feeling can talk too to me. sick. I'm not a little kid anymore. I don't know how to do this. فيلمنا من بطولة ساني ساندلر بنت الممثل المشهور آدم ساندلر. ولو ما تعرفش آدم ساندلر فروح اتفرج على فيلم أنقاذ جيمس، وتعالى اقفل الفيديو ده وروح اتفرج على أنقاذ جيمس الأول وما تعملش أي حاجة في الدنيا. انت صدقت ولا ايه؟ شوف الفيديو الأول وبعدها اتفرج على أنقاذ جيمس. تعالى علشان أقول لك إن كمان بيشاركنا في بطولة الفيلم ميلاني لينسكي وماكس جرينفيلد. ففيلمنا بيبعد تماما عن أسلوب أفلام هابي ماديسون الكوميدية الساذجة اللي متعودين عليها من آدم ساندلر. وهابي ماديسون دي شركة إنتاج أفلام بيمتلكها الأخ آدم ساندلر. يا صديقي ما تخافش لو في اي حاجة انت مش عارفها، انا مسؤول هنا مسؤولية كاملة علشان اوسع افاق فكرك عن العالم ده واقول لك ايه اللي بيحصل. فاعمل لايك وشير الحلقة واعمل سبسكرايب ويلا بينا نكمل موضوعنا. فيلمنا درامي 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 بشكل مش طبيعي. طبعا في لحظات فن وغنى في غاية المتعة، ولكن الطابع الدرامي هو الطابع الاغلب على احداث فيلمنا، وده يعكس النضج الاخراجي لمخرجة فيلمنا وهي جوليا هارت. جوليا هارت هنا قدرت تطلع مشاعر عاطفية صادقة من القصة دي بشكل ممتع جدا. والفيلم مش طويل قوي بالمناسبة، هو تقريبا ساعة ونص. انا طول الساعة ونص دول حقيقي ما عملتش بوز خالص الا في اخر 15 دقيقة، وده مش علشان اي حاجة في الدنيا الا لاني كنت عايز اخش الحمام الحقيقة. فهتلاقي ان الفيلم ده بيلعب على نقطة مهمة جدا وهي the power of art، قوة الفن والمجتمع على الشفا في وقت ممكن تكون خلاص وصلت فيه لأقصى درجات اليأس. وهو فيلم عائلي كمان، مش بيتكلم بس عن المسرح والأجواء المسرحية اللي حقيقي كانت جدا دافية وصادقة لأبعد حد من الحدود، وفكرتني بنفسي لما كنت بلعب مسرح في الجامعة. لا وكمان اداني إحساس قوي جدا بالرجوع للمسرح مرة تانية. ولكن الجانب العائلي هنا كان أكثر دفئا ومليان مشاعر خرافية. فحقيقي فيلمنا درامي عاطفي بيعتمد في المقام الأول على قوة الأداء التمثيلي والإخراج أكتر من اعتماده على حبكة خيالية خالية من العيوب، ومناسب جدا لمحبين الأفلام العائلية اللي بتتكلم عن المرض والفن والتعافي. ولو تسمحوا لي إني أبالغ شوية، الفيلم فيه قوة من قوة فيلم ذا فازر لأنتوني هوبكنز وآن هاسواي. مش بنفس القوة أكيد لأن ذا فازر is one of my favorite movie، ولكن في مشاعر قوية تكاد تكون قريبة جدا من أجواء فيلم ذا فازر. ولو حبيت تتفرج على أفلام مشابهة أنصحك وبشدة إنك تتفرج على فيلم ذا فازر ومش هتندم أبدا. بس أنا غير مسؤول عن اللي هيعمله عمنا أنتوني هوبكنز فيك يا صديقي. وهنا بكون وصلت لفقرة الأسئلة عن الفيلم عشان تخش الفيلم وأنت مقتنع تماما. هو أنت مش هتخش سينما بكل تأكيد، أنت هتتفرج عليه على نتفليكس. ونبدأ بأول سؤال بيقول إيه الفكرة اللي بيحاول يوصلها الفيلم؟ وهي بكل بساطة الفكرة اللي بيوصلها الفيلم إن الإنسان ممكن يعيش لحظات سعيدة ومهمة جدا في حياته، ولكن في نفس الوقت بيواجه ألم ومخاوف خارجة عن إرادته، ووقتها هيكون مش عارف يعمل ايه ولا يوازن الامور ازاي. ولكن فيلمنا بكل تأكيد ادالنا الاجابة، ومش هينفع اقولها هنا للأسف لان هيكون في حرق لاهم حاجة في الفيلم جاي يحكيها. فبالتالي هنخش على السؤال التاني، وهو هل عنوان الفيلم Don't Say Good Luck له معنى داخل احداث الفيلم؟ هو عموما كلمة Good Luck مرتبطة بالفعل السيء، لما تعمل حاجة في حياتك وما تظبطش فيجي شخص سخيف يقول لك حظ اوفر المرة القادمة. وكلمة Good Luck مرتبطة عموما بالاعمال المسرحية، ولكن بعيدا عن المسرح فكلمة جود لك هنا مش للعرض المسرحي. الجملة هنا بتتقال لشخص انت بتتمنى له الخير، بالرغم انك عارف كويس جدا ان اللي هو فيه ده لا يبشر بالخير ابدا، فالموضوع خارج عن السيطرة. ولكن بما انك عاجز عن تقديم مساعدة فبتقول جود لك لان مفيش معنى اخر تقدر تقوله، ولما مفيش اصلا حاجة في ايدك تقدر تقدمها علشان تخرجه من اللي هو فيه. الحاجة الوحيدة اللي في ايدك انك تكون قريب من الانسان ده قدر الامكان، عسى ان قربك منه يهون عليك وجعه. السؤال اللي بعده، هل الفيلم عنده قصة فعلا ولا مجرد فكرة ممتدة؟ السؤال ده حلو قوي على فكرة. قصة فيلمنا اصلا قصة بسيطة جدا في الكتابة لانها معتادة ومواقف ممكن يكون اغلبنا مر بيها، ولكن مش بسيطة في التعبير عنها كمشاعر نقدر نصدرها للمشاهد علشان تكون فعلا القصة تقدر تلمسه. ولكن فيلمنا عنده رؤية وخط درامي واضح جدا بدون لف ودوران، الا لو كريستوفر نولان اخرج قصة درامية
فهيدوخك بكل تأكيد، هيدوخك شوية علشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. ولكن في فيلمنا هتلاقي صوفي الشخصية الأساسية في الفيلم بتاخد دور البطولة في مسرحية مدرستها، وشوية كمان بتتعامل مع ضغوط التدريبات. مع الضغط ده يا صديقي بتلاحظ تدهور حالة والدتها الصحية، فتحاول انها توازن الامور بين حياتها الفنية وحياتها العائلية وتوصل للعرض النهائي للمسرحية. وبالمناسبة كلوزنج الفيلم عجبني بشكل مش طبيعي، فلازم تشوف الفيلم لان رسالته جميلة جدا اقسم بالله. اللي بعد، هل بداية الفيلم كانت كافية علشان تشدك؟ في الحقيقة انا عندي وجهة نظر مهمة جدا لازم تطبقها على اي فيلم علشان تديله فرصة، وهي انك لازم تاخد في عين الاعتبار انك داخل على قصة انت متعرفش عنها اي حاجة، فلازم تاخد وقت على الاقل نص ساعة من زمن الفيلم تتعرف فيه على طبيعة الشخصيات، وبعدها تقرر انك تكمل الفيلم ولا لا. لو الفيلم فشل في اول نص ساعة من وقته ان يزرع جواك فضول انك تكون عايز تعرف ايه اللي هيحصل في النهاية، او على الاقل ما فرشلكش حاجة تخليك عايز تكمل، اقفل الفيلم لان كده المخرج جاي يهزر. ولكن فيلمنا في الحقيقة بدايته كانت هادية، بدأ بحياة صوفي في المراهقة واجواء المسرح، وبعدها فرش لنا خط الدرامي اللي خلاني اكمل الوقت المتبقي من الفيلم. البداية ما كانتش اقوى حاجة في الدنيا، ولو انت مش بتحب المسرح واجواءه في احتمال كبير جدا انك ما تكملش القصة. ونخش في السؤال اللي بعده، هل الاحداث بتتطور بشكل منطقي ولا الاحداث بتعتمد هنا على الصدفة؟ فاغلب احداث الفيلم طبعا منطقية جدا، ولكن لاحظت ان السيناريو هنا فيه اختصارات درامية معينة، ويستخدم حيلة درامية هنا اسمها بوت دايل، وهي حيلة درامية بيستخدمها الكاتب لما يكون عايز يختصر السيناريو علشان يوصل معلومة معينة، فيخلي الممثل مثلا ممثل موجود في الفيلم بيتصل بشخصية أخرى على أساس إن الاتصال ده حصل عن طريق الخطأ، ويبدأ يقول معلومة معينة كان عايز يوصلها بس ما حصلتش بشكل مباشر، يعني على أساس إن أنت مش واخد بالك إن اتصلت عن طريق الخطأ، فخلاص السلام عليكم، وهو يبدأ هي ما فلتش السكة، فيبدأ يقول حاجة كان عايز يقولها لها قبل كده بس مش عارف يواجهها. فهنا هو بيختصر المواقف والتصوير والحوارات دي كلها علشان يختصر من زمن الفيلم، ودي في الحقيقة انا شايفها من نقاط الضعف اللي موجودة في الفيلم لانها طريقة كليشيه قوي ومفقوسة. نخش في السؤال اللي بعده، هل النهاية كانت مستحقة ولا شعرت انها نهاية مفتعلة؟ النهاية كانت جميلة جدا ومبهجة بشكل مش طبيعي، وده يديها نقطة قوة ويديها نقطة ضعف في نفس الوقت، لانها نهاية مؤثرة ولكنها مؤثرة بشكل مبالغ فيه. وهنا اقدر اقول the movie relies too much on sentimentality، بمعنى ان الفيلم بيحاول يستفز مشاعرك بشكل زيادة عن اللزوم، على الرغم انك كان ممكن تبسط من حدة العاطفية شوية، وبمعنى اصح انك كان ممكن تهدي اللعب. انت قدمت قصة درامية حلوة جدا، خلاص بقى مش لازم تدوس على الوجع، فهمنا المقصود اقسم بالله، خليك حنين علينا شوية. ومعانا اخر اتصال واخر سؤال معانا بيقول، هل الفيلم كان ممكن يحكي نفس القصة في وقت اقصر من كده؟ في الحقيقة ولكن انا ما اتضايقتش من مدة الفيلم، بس في شوية مشاهد كان ممكن تختصر، وكان ممكن يضيف مواقف ليها قيمة في القصة بدل ما استخدم حيلة البوت دايل. هنا كان ممكن يخلي المشاهد دي صريحة اكتر من تركيزه على فترة المراهقة اللي بتعيشها صوفي. واخيرا تقييمي لفيلم دونت ساي جود لك هو 6.5 من 10. وبس كده هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة، فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.